مرحبا، بهذا الفيديو رح نتعرف كيف نحول حسابنا الانستغرام من حساب تجاري إلى حساب شخصي. تابعوا الفيديو للنهاية. قبل لا أبدأ الشرح حطوا لايك على هذا الفيديو، اشتركوا بالقناة إذا مش مشتركين، وفعلوا الجرس. ولأي سؤال لأي استفسار فيك تراسلوني حسابات التواصل الاجتماعي، راح تكون بالوصف أسفل الفيديو. ولحتى أحول حسابي من حساب تجاري لحساب شخصي أو من حساب منشئ محتوى لحساب شخصي، بروح للثلاث خطوط من الصفحة الشخصية لحسابي. رح يظهر عندي قائمة، رح أروح لأول خيار واللي هو الإعدادات والخصوصية، نفتحه أو نضغط عليه. رح يظهرك مجموعة من الخيارات. لما يكون حسابك تجاري أو احترافي رح يظهر إلك خيار للمحترفين، الأدوات وعناصر التحكم الخاصة بمنشئ المحتوى، رح نضغط عليه. رح يظهر إلك بهاي الصفحة مجموعة من الخيارات. بيهمني خيار تبديل نوع الحساب، الخيار الثالث قبل الأخير. نضغط على تبديل نوع الحساب. من هون يحكي لك تبديل إلى حساب أعمال أو تبديل إلى حساب شخصي. رح نبدل لحساب شخصي، نضغط التبديل إلى الحساب الشخصي. هون رح تظهر إلنا صفحة هل تريد التبديل إلى الحساب الشخصي، يعطيك مجموعة من المعلومات، وباللون الأحمر تبديل إلى الحساب الشخصي، نضغط عليها. مباشرة تم التبديل إلى حساب شخصي. إذا رجعنا على الإعدادات والخصوصية، في حال أنا بدي أرجع أعمل الحساب حساب تجاري، راح تنزل، ما بيكون موجود الخيار بالأعلى، ننزل للأسفل، راح يكون موجود عندنا خيار نوع الحساب والأدوات. من نوع الحساب والأدوات فيك ترجع تبدل الحساب لحساب تجاري بالضغط على التبديل إلى حساب احترافي. من هون راح يعطيك مجموعة من الخيارات أو مجموعة من الصفحات، راح تضغط متابعة. من هاي الصفحة راح تحدد نوع الحساب، بعدها راح تضغط في حال بدك عرض على الملف الشخصي بتفعلها، ونضغط تم من الأسفل. راح يأخذ معنا تقريبا 30 ثانية لحتى يتم التبديل إلى حساب احترافي أو حساب تجاري. هون راح يعطيك هل أنت منشئ محتوى، شو بدك يكون حسابك، منشئ محتوى أو أعمال. راح تحدد الخيار اللي بيناسب حسابك، بعدها راح نضغط على التالي. ومن هون فيك تعمل له متابعة أو ليس الآن. وبالحساب التجاري راح يعطيك مجموعة من الخطوات بنكملها بحسابنا لحتى يصبح حسابنا مكتمل. إعدادات الحساب الاحترافي، منها إكمال الملف الشخصي، استلهام الأفكار، زيادة عدد جمهورك، عرف على نفسك، واستكشاف الأدوات والرؤى، واخبرنا بأهدافك. لازم كل هاي النقاط بتكملها من خلال هون حاليا عندنا 0 من إجمالي 6 الخطوات.